اليوم جيناكم فيديو جديد، طريقة تحضير السيجار، طريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معي الحلقة على الأخير، ما نطولش عليكم لنبدأ الشرح. كيما راكم تشوفوا الكاوكاو تاعنا قليناه حاجة خفيفة، ما نخلوش يتحمر لنا بزاف. انا مستعملتش الخلاط، بنوريكم الطريقة. اللي ما عندهمش خلاط ولا يستعملوا الرولو هكا في الدار كيما راكم تشوفوا الطريقة في الفيديو. اللي ما يكونش عنده خلاط في الدار ولا راه يستعمل هذه الطريقة. نديرو الكاوكاو تاعنا في سنيوة ونطحنوه كيما راكم تشوفوا الطريقة. ماشي قاع الناس متوفر عندها الخلاط. انا اقوم بالاغتسال لربح الوقت كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هاك شوفوا كيف اصبح الشكل تاعو. ما نطحنوه بزاف، ما نخلوه خشن، موين كيما راكم تشوفوا في الصورة. نقوم بنفس العملية ونعود نرجع لكم. المقادير اللي عندنا: نوجدوا الحشوة تاعنا كيما راكم تشوفوا. الكاوكاو تاعنا انا وجدناه كيما شفتوا، سبقنا وريت لكم الطريقة. خليناه موين، ما طحناش بزاف. تبعوا معايا نفس الطريقة. عندنا نصف ملعقة زبدة، سبق لي انا وذوبتها. ملعقة كبيرة كيما راكم تشوفوا. حلوة الترك، تكون باطة صغيرة تاع حلوة الترك. عندنا ربع كاس سكر، حوالي 2 ملاعق كبار تاع سكر. عندنا كاس مزهر كيما راكم تشوفوا. درت لكم في الكاس باه تشوفوا شحال يكونسومي لنا مزهر رطل تاع كاوكاو. الكاوكاو عندنا رطل 500 غرام. نضيفو السكر، نديرو السكر هو الاول باه يتخلط لنا مليح مع الكاوكاو. كيما قلت لكم السكر حوالي 2 ملاعق كبار. الكمية اللي درتها تاع الكاوكاو انا 500 غرام رطل. نحركو الكاوكاو مع السكر. تنعرفو تخلط مليح. بعد ما تخلط الكاوكاو تاعنا مع السكر مليح كيما راكم تشوفوا في الصورة، نضيفو الزبدة. قلنا الزبدة عندنا نصف ملعقة كبيرة، سبق لي انا ذوبتها. عندنا حلوة الترك، باطة صغيرة تاع حلوة الترك، اي نوع تاع حلوة الترك. نفتوها مليح. واشكر جميع متتبعي القناة لدعمهم لي، وراني نتبع التعليقات تاعكم، وراني نحاول نلبي جميع الطلبات اللي طلبتوها ان شاء الله بربي. عاونونا غير بالبارطاج، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باه يوصلك انت الاول انت الفيديو، باه نواصلوا وضع الفيديوهات. نضيفوا المزهر كيما راكم تشوفوا. عندنا كاس، نضيفوا غير نصف كاس ونشوفوا الى خصنا نزيدو. كيما راكم تشوفوا نصف كاس تاع مزهر. نحركوا المكونات مليح حتى تمتزج حلوة الترك مع السكر والمزهر. القرفة انا ما درتش، كاين اللي يبغي يدير القرفة تقدروا ديروا نصف ملعقة، عفوا ملعقة صغيرة قرفة في الكمية تاع الكاوكاو اللي نديرها 500 غرام تاع كاوكاو. انا اقوم باختصار لربح الوقت كيما راكم تشوفوا. بعد ما خلطناه مليح كيفاش يصبح الشكل تاعو. تبعوا نفس الطريقة، نخلوه يرتاح مدة ساعتين ونعاود نرجع له.
علاه نخلوه يرتاح ساعتين باش يشرب لنا المزهر. نخلوه يرتاح ساعتين ونعاود نرجع لكم. بعد ما ارتاحت الحشوة تاعنا ساعتين نواصلوا الشرح تاعنا. كيما راكم تشوفوا عندنا الديول، انا قسمتهم الحبة قسمتها على زوج، وني مخليها في الساشي تاعها باش ما يضربهاش الهواء وتيبس. نجبد من الساشي ونخدم على هواية. تبعوا معايا الطريقة. نديرو الحشوة تاعنا نغلقوه من الأطراف. تبعوا نفس الطريقة، نغلقوه في الأطراف بما ما يخرجناش الكاوكاو مع ليكوتي. نقوم بنفس العملية كما راكم تشوفوا. هذه هي الحبة تاع السيجار تاعنا. نقوم بنفس العملية تبعوا نفس الطريقة كما راكم تشوفوا في التبلة. وكي نحطوها في المقلة الزيت تاعنا نكون نشعل عليه مسبقا على درجة حرارة متوسطة. نواصلوا الشرح تاعنا. كما راكم تشوفوا الحبة نحطوها على الجهة المفتوحة كما راكم تشوفوا الفيديو. كاين اللي لا يديروا الفرينة مع الماء ويخلطوها ويبلعوه بها. انا نفضل ما ندير والو. كما راكم تشوفوا نحطوه على الجهة اللي بيتفتح. درجة الحرارة قلنا تكون متوسطة. شكرا الله تكون عجبتكم الحلقة تاع اليوم. راني نحاول نلبي جميع الطلبات اللي طلبتوها ان شاء الله بربي. كما راكم تشوفوا نقطروه. ما تحطوهش في المقله ما تكونش سخونه كاع، تكون سخونه غير شويه ولا باسكو راح يشرب لنا الزيت بزاف. تكون درجة حرارة متوسطة، تكون سخنت لنا شويه المقله نحطو السيجار تاعنا. كيما راكم تشوفوا السيجار تاعنا راه برد. كي برد السيجار شنديرو؟ نسخنو العسل. كيما راكم تشوفوا انا سخنت العسل. باه ما تسخنوش العسل لازم تكون السيجار سخون وتحطوه على وكم. شتو السيجار تاعكم برد سخنوا العسل. كيما انا سخنت العسل. والعسل اللي استعملته انا من الخفيفه، ما استعملتش المرجان هذاك الثقيل. اذا استعملتوا المرجان ذاك الثقيل زيدوا له شويه تاع. انا استعملت العسل من الخفيف. كيما راكم تشوفوا رانا نعسلوه فيه والعسل تاعنا سخون. مع السيجار راه بارد. وإلا كان السيجار كيما قلنا كان سخون لا نخلو العسل بارد عادي. نقوم بنفس العملية ونعاود نرجع لكم. بعد ما عسلنا السيجار تاعنا عندنا شوية تاع كاوكاو. نطيبو حاجة خفيفة منديروهش على وانا هاكا ماشي حي يسقلنا. كيما يسقلنا اش نديرو؟ نحطوه في العسل، نغطسوه في العسل ونعاودو نجيبوه نديروه في الكاوكاو. كيما راكم تشوفوا الطريقة نقوم بنفس العملية. كيما انا الحشوة زايدت لي ما درتهاش كاع، راح درنا 30 حبة. هذيك الحشوة راح درنا 30 حبة. نقوم بنفس العملية ونعاود نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا السيجار تاعنا طابناه ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا الحشوة من الداخل طاب روعة. جربوه ما شاء تندموا وردوا لي خبر في التعليقات. قولوا لي واش رايكم في الوصفة تاع اليوم. ان شاء الله تكون برك عجبتكم. الى هنا تنتهي حلقة اليوم. نلتقي في حلقة اخرى ان شاء الله ووصفة اخرى.
مازال هناك عدة حلقات في هذا الشهر المبارك، إن شاء الله يفوت علينا بالصحة والهنا. صحة فطوركم، سلام.